السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفتنا اليوم مع بعض إن شاء الله راح تكون زيريات الكاوكاو بذوق رائع جدا، ذوق الليمون وذوق لافاني. إن شاء الله ما راحش قاع يبان فيه ذوق الكاوكاو. جربوها راح تنجحوا فيها. الشكل معسل داخل وما راحش يبس، راح يتشرب كامل هذيك الشربات والعسيلة. تبعوا معايا الوصفة إن شاء الله راح تعجبكم. انا هنا درت كيلوغرام كاوكاو ابيض ما حمصتوش، خليته كيما هو. رابيت فيه زيت سيترون حبه كبيره، اللي ما عندهاش كبيره تدير جوج صغار. المهم يعني تكون كميه مليح تاع قشور ليمون. ثم انا في الكيلو تاع كاوكاو درت كيلة تاع سكر عادي، يعني غرفيه سكر عادي. راح نرحي معها الكاوكاو، راح نرحيه مع السكر. وعلاش؟ باش ما يبقاش يتكور لي، على خاطر لو كان ترحي الكاوكاو وحده ما راحش يترحى رقيق رقيق، لانه راه يكون ميدم ويكون شغل هذاك الماء تاعه ما راحش يسمح لك انك ترحيه رقيق. مع السكر راح يساعده وراح يترحى رقيق. هنا بعد ما رحيته كامل زدت له مغرف كبيره تاع لافاني كما راكم تشوفوا، وراني نرابي في الزيت سيترون. ديري كميه مليح 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 تاع قشور الليمون، لانه راح يقضي على البنه تاع الكاوكاو، لانه الكاوكاو يعني عنده بنه تاعو وحدها كي طيب. لكن كي ديري له الزيت سيترون واللافاني راح يتنحى كامل هذيك البنه، راح يبقى البنه تاعو رائعه حتى وان كان خضر. وما تخافوش تقولوا كاوكاو خضر، لانه راح يطيب الكاوكاو بالخف يتحرق. يعني لو كان نحمصو ونزيد تاني كنزيد نطيبو مع الحلوى راح يحمر بزاف، وفي التالي راح ييبس. لكن كي تخليه خضر وتطيبيه من بعد راح الداخل يطيب ويبقى معسل، ما راحش ينشف وما راحش ييبس. انا في الكيلو جرام تاع الكاوكاو استقام لي 4 حبات بيض. انا درت 6 قدامي ولكن استعملت 4 فقط. راح نبدا نعجنهم وندخل مليح مليح البيض مع الكاوكاو. انا كما راكم تشوفوا استعملت ليغون على خاطرش هو يلصق. كي نعجن بيدي فقط يبدا يلصق وانا ديرونجيني. كي نستعمل ليغون كما راكم تشوفوا راه يتنحى ويتجمع مليح مليح. ليه ما استعملتهمش عادي؟ انا فقط في العمليه تاع انا كي نحب ندير زيريات دائما نستعمل ليغون. ما تجريوش العقده وما تيبسوهاش، على خاطر لو كان تجريوها ما تقدروش تشكلوا كريات، ولو كان تيبسوها من بعد السكر ما راحش يذوب في غرضو. انا راح نكمل نعجن مليح مليح باش يدخل السكر مع الكاوكاو. هي كميه كبيره تقدروا تقسموها باش تعجنوا في غرضكم. اللي عندها الوقت تبيتها 24 ساعه في الفريجيدير ولا تخليها برا، رانا في فصل الشتاء. اللي ما عندهاش الوقت على الاقل تخليها ساعتين 3 حتى يعني 4 ساعات، يعني باش فقط هذاك السكر للداخل يذوب ما يبقاش هكاك حبيبات. راح نشكل كريات 30 غرام في الكريه. كمية تاع كيلو جرام تاع كاوكاو دات لي 50 حبة زيريات، يعني كمية معتبرة. راح نكمل انا نوزن كامل الكمية وراح ننتقل نشوفوا طريقة تحضير العجينة تاع الزيريات. بالنسبة للعجينة راح نديرو 3 كيلات فرينة، كيلة ممسوحة. انا استعملت هاد الكيلة صغيرة لانه الكمية اللي عندي قليلة ماهيش بزاف هكا وشاط لي من العجين. راح ندير 3 كيلات ممسوحة تاع فرينة، كيلة الا ربع زبدة ذائبة او سمن ذائب، قرصة ملح، وندير حبة بيض. اللي حبت تزيد لافاني تزيد، لما كانش المزهر فقط يعني راح يعطي نكهة للعجينة. انا ما زدتش، درت فقط المزهر. كما راكم تشوفوا راني نكيل 3 كيلات تاع فرينة، الكيلة تكون ممسوحة. راح نضيف قرصة ملح، نخلط المكونات مع بعض باش يدخل هذاك الملح مع الفرينة. ثم راح نضيف الليدام اللي قلنا عليه هو كيلة الا ربع. الكيلة اللي كيلت بها الفرينة هي اللي حنكيل بها الليدام والحبة بيض، وراح نبسس الخليط مع بعض.
ثم راح ندفي المزهر باش نعجن. المزهر ما نديروش بارد باش ما يجمدليش ليدام مع البيض، باش ما يبقاش يتكور، لان في فصل الشتاء ما راحش يتعجن مليح لو كان نديرو بارد. فضلت اني ندفيه باش يسهل عليا العجن. مرة راح ندفيه شويه، ثم نبدا نضيف بعد كما كنتشوفوا العجينه بعد ما بسستها، راح نبدا نضيف المزهر او يتعجني مليح. لو كان درتو بارد راح يبدا يتكور لي، يبدا يشكل كي طبقات هكا صغيره مكوره صفرا هذيك تاع ليدام وتاع البيض، حتى ما راحش تطحن لنا العجينه في غردها. راح نكمل نعجن. لايم العجينه ما نلقش تكون مشمخه بزاف وما نلقش تكون ناشفه، راح تولي طريه. نحافظ عليها يعني في كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح 15 حتى ل 20 دقيقه. العجينه انا مانيش نعجنها، حلايمها فقط. راكم تشوفوا الطريقه. نحاول اني ندخلها فقط في بعضها، ثم بعد ما ترتاح لي 15 حتى ل 20 دقيقه راح نقطعها باش يسهل فقط عمليه تمريرها في الحيوه تاع البقلاوه. راني نستعمل في الماشينه تاع البقلاوه ما يشتمل فقط. في الاول انا راح نحل بالحلال فقط. راح تشوفوا راح نمررها هنايا على المايزينا، ولا نرش البلون طرافاي تاعي بالمايزينا. انا فضل هاد الطريقه. نفتحها شويه بالحلال، ثم نمررها على الحيوه تاع البقلاوه. راح نمررها من الواحد حتى الربعة. انا بالنسبه لي الحيوه تاعي فيها حتى الرقم 9. اللي عندها 6 كيفاش نقول لك انا لازم تكون ما هي رقيقه ما هي خشينه، يعني تقدري تقطعيها. انا درت من الواحد والزوج والثلاثة والربعة. هذه بالنسبه للماشينه تاعي انا ل9. والله غالب يعني ما صورتش كيفاش راني نورق فيها. هاي ليك بعد ما مررتها 4 مرات يعني من الأ حتى الكات. راح نقطعها بهادي او لا تسيرسو، يعني كل وحده واش عندها. راح نشكل دوائر. نورمالمون هاد القطعات هادو القطر تاعهم 8 سنتيمتر. نورمالمون 8 سنتيمتر يكفيو. راح من الاحسن انكم تشكلوا دوائر يعني كميه كبيره، من 20 حتى 30 حبه باش تسهل عليك تخدمي في خاطرك، ماشي اشاك فوا تورقي وانت تخدمي يعني راح تعياي هكاك. وجدي كميه مليحه من الدوائر. بين الحبه والحبه ديري المايزينا او الفرينه فقط باش ما تلصقلكش، واحتفظي بها في كيس بلاستيكي تانيك باش ما تنشفش ما تيبسش، يعني ما نخلوها تلصق في بعضها ما نخلوها تيبس. نديروها في كيس بلاستيكي ونخدمو في خاطرنا. شوفوا كي ديروا المايزينا راح تبقى ورقات. الان راح نجيبوا الكريات تاعنا بعد ما ارتاحوا، نحطوها في الوسط، وراح نستعمل كيردون باش نشكلوا التزيليات تاعنا. كما راكم تشوفوا تحكموا العجين، تدخلوه في العقده، تشكلوا شغل ورده. ان شاء الله فقط تكون طريقه واضحه. انا حاولت نقرب التصويره. وراح نبدا نقرص الورقات هذوك، يعني ندخل العجينه تانيك مع العقده، يسي اني نلصقها معها ما نخليهاش بعيد عليها، باش كي تبدا تطيب العقده راح تتنفخ، وباش ما تتحلناش يعني تتفرج كامل في الصينيه، باش تحافظ على هذا الشكل. راح نغرس حبه لوز في الوسط او لا كاوكاو كيما تحبي، يعني اللي متوفر عندك. راح نزيد نوري لكم واحده باش تفهموا. نحو دائما هذيك المايزينا اللي تكون كاينه. هاوليك الشكل تاعنا. راح نطيبهم في درجه حراره 180
اون فوا يحمروا شويه من تحت نشعلوا عليهم من الفوق باش تاني كي يزيدوا يحمروا شويه، ما طيبوهمش بزاف باش ما ينشفناش هذاك الكاوكاو. هذه صور فقط باش نزيد نوضح لكم العمليه كيفاش درت لها. كما قلت لكم طيبوهم في 180 حتى 200 درجه كل وحده والفوق تاعها، يحمروا من تحت ومن الفوق. ما تخافيش، ما تقوليش بلي الكاوكاو اللي داخل راه عجين انفا راه خضر، لا راح يطيب في غرده مليح مليح، يعني كما في البقلاوه. البقلاوه ديري كاوكاو خضر، هنا تاني غير كيف كيف. اون فوا تخرجيهم لو فوق ديرهم في الشربات. الشربات هنا درت كيلو ونص تاع كاوكاو، يعني كاس ونص، كاس ونص عفوا تاع السكر، مع 3 كيسان تاع الماء. زدت لها مغرف تاع لافاني، ودرت لها نص حبه تاع ليمون. تخليها تبرد. الشربات تاعك بعد ما طيبيها تخليها تبرد، ومن بعد تغطسي فيها الحلوى تاعك ديريكتومون ملي تخرج من الفوغ، ما تخليهاش تبرد. من بعد تخليها تشرب شويه، ما تكثريلهاش باش ما تتحلناش، وديريها ديريكتومون في العسل. هنا في العسل خليها تشرب في خاطرها قد ما خليتيها مليح. هنا ما تسحقيش انك تقطريها ومنا، لا، الشربات ديريكتومون في العسل، ومن العسل ديريكتومون في الكيسات، يعني خلي هذيك الكيسات معمره بالعسل. راح نكمل الان نشرب الحلوى تاعي ونكمل نعسلها ونوريكم كيفاش نيشان نديرها في الكيسات. كما راكم تشوفوا فوالا، من العسل الكيسات ديريكتومون. يجي لداخل معسل والله البنه تاعو ما شاء الله، يعني البنه تاع الليمون هذاك راح يقلع كاع البنه تاع الكاوكاو. هذا الشكل تاع الحلوى تاعي بعد ما طابت، ان شاء الله تعجبكم. راح نقسم لكم حبه باش نوري لكم الداخل كيفاش جا طري وكيفاش جا معسل. وما تخافوش ما فيش بنه الكاوكاو خضر. هاي لك الحبه بعد ما قسمتها كما راكم تشوفوا طايب ومعسل الداخل بنكهه الليمون واللافاني. ان شاء الله تعجبكم وصفه اليوم، جربوها ما راحش تندموا. انا هذه الوصفه تاعي المعتمده كي نستعمل زيريات تاع الكاوكاو، يعني كل وحده وطاقتها. الى عجبكم الفيديو ديروا جيم وتعليق، وماذا بكم الاشتراك في قناتي، وان شاء الله مع وصفات اخرى تعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم.